تخيل كده إنك طفل وفجأة مطلوب منك تقرر مين الصح، مامتك ولا باباك؟ اتنين كبار واقفين قدام بعض وباصين عليك، مش كطفل، لأ، كقاضي. أنا كنت الطفل ده، والنهاردة هحكيلك بيحصل إيه لما الأطفال يبقوا هما اللي بيحاربوا حروب أهاليهم. أهلا وسهلا بيكم يا حبايبي في حلقة جديدة، عميقة شوية وخلينا صريحين، مؤلمة شوية كمان. اربط الحزام عشان النهاردة هنتكلم من الآخر، مش عن الحاجات اللي شكلها حلو، لأ، عن الحاجات اللي بتوجع بس في نفس الوقت بتخلينا نكبر. أهلا بيكم في أسرار كليو، المكان اللي بنحس فيه بالحاجات اللي كنا بنهرب منها بقالنا سنين. هنا على الكنبة دي مش بنتكلم عن المثالية، بنتكلم عن الحقيقة، عن الحاجات اللي بين السطور، عن الرجفة، عن الكسر، وعن إنك تكمل رغم كل ده. النهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير عارفاها بس قليل اللي بيسميها باسمها، ثقافة السلبية، واللحظة اللي بتفهم فيها إنك كنت بتحارب حرب عمرها ما كانت بتاعتك أصلا. لما بتكلم عن السلبية مش قصدي مزاج وحش وخلاص، لأ، أنا بتكلم عن جو بتتربى فيه، جو الكلام فيه نادرا ما بيبقى خفيف. في موقف من طفولتي عمري ما نسيته، مش فاكرة كان عندي كام سنة بالظبط، يمكن 10 يمكن 11، بس فاكرة المكان، الصالون، الكنبة، الترابيزة الصغيرة قدامها. التلفزيون كان مطفي بس اللمبة الزرقاء الصغيرة كانت منورة، ومن المطبخ كنت بسمع صوتهم. في الأول هادي، وبعدين بيعلى، وبعدين من غير ما حد يقول حاجة كنت بعرف، آه، السيناريو ده بيتعاد تاني. الخناقات دي كان ليها نفس البداية دايما، جملة وبعدين جملة تانية، وبعدين نبرة الصوت تتغير، وبعدين اللحظة اللي الاتنين فيها بيعلوا صوتهم مع بعض. لو كبرت في بيت كده هتفهمني كويس، انت مش بس بتسمع كلام، انت بتسمع توتر، غضب، اتهامات، وبتبقى عارف بالملي امتى الخناقة لسه خناقة وامتى بقت حاجة بتغير الجو كله. وقتها كنت قاعدة في الصالون وبستنى، مش عن وعي، بس كنت حاسة إن في حاجة جاية. وبعدين اسمي اتنادى، النبرة دي مش عالية بس واضحة، النبرة اللي بتقول تعالي. دخلت المطبخ، اتنين كبار واقفين قدام بعض، أهلي، الجو كله اتهامات، الكلام رايح جاي بس ولا حد سمع التاني. وبعدين بصوا عليا، مش كطفلة، لأ، كحل، مطلوب مني أتكلم، أقرر، أقول مين الصح. وفاكرة الإحساس اللي في بطني، شد، خوف ومسؤولية، لأني كنت فاكرة بجد إني لازم أحل الموضوع، لازم أصلح، لازم أنقذ. وكان في قاعدة محدش قالها بصراحة بس كانت موجودة، البنت تقف مع أمها، مش أمر مباشر بس إحساس، ولاء، تضامن. فاتكلمت، دافعت، هاجمت، أخد الطرف، وقلت لبابايا كلام النهاردة عمري ما ممكن أقوله، وقاحة، حدة، كلام فعلا ما يطلعش من طفل. وأنا بتكلم ماما كانت قاعدة ساكتة ثابتة زي التمثال، وأنا فاكرة إني بعمل الصح، إني بدافع عن الحق، بس النهاردة عارفة الحقيقة، أنا كنت طفلة في حرب كبار. ممكن تكون عارف الإحساس ده، قاعد مع ناس، أهلك، صحابك، زمايلك، يمكن على سفرة، يمكن في كافيه، يمكن حتى على كنبة، بتحكي حاجة مفرحاك، فكرة، خطة، حاجة متحمس لها. تقول مثلا أنا بفكر أبدأ حاجة جديدة، أو أنا خدت قرار، أو حتى أنا كويسة اليومين دول. وقبل ما تخلص كلامك تيجي الكلمة دي، آه بس، آه بس خلي بالك، آه بس الموضوع مش سهل، آه بس ممكن يحصل كذا. وفجأة الجو بيتغير، الطاقة، الإحساس، الهوا نفسه بتحس بيها فورا، جسمك بيحس قبل دماغك، تبدأ تشرح، تبرر، تثبت إنك فاهم، تحاول تقنعهم، ويمكن تقنع نفسك كمان، لحد ما في لحظة تفهم
إنك ما بقيتش بتحكي فرحتك، أنت بقيت بتدافع عنها، مش دايمًا بكلام كبير، أوقات نظرة، تنهيدة، هزة كتف، إحساس خفيف كده إن الجو تقيل تاني. ولو قعدت في الأماكن دي كتير حاجة فيك بتتغير، تبقى حذر أكتر، تفكر مرتين قبل ما تتكلم، 3 مرات قبل ما تشارك حاجة، وبعدين تبطل تحكي خالص. وهنا بقى بتبدأ حاجة ناس كتير مش واخدة بالها منها، السلبية مش دايما صوت عالي، بالعكس بتدخل بهدوء، في شكل نصيحة، في شكل خوف عليك، في شكل أنا بقولك لمصلحتك. بس لو كل مكان بتدخله بيبقى أتقل شوية، أيأ شوية، أغمق شوية، في يوم من الأيام هتكتشف إنك بتصغر نفسك بنفسك، مش عشان حد زعقلك، بس عشان حد مسيطر على الجو. ومع الوقت تبدأ تفتكر إن ده الطبيعي، إن العلاقات كده، إن الفرح لازم يتشرح، وإن الأمل لازم يتكسر شوية قبل ما يكمل. وهنا بالظبط بتبدأ ثقافة السلبية، زي ضباب بيدخل بهدوء ويسيطر على المكان كله. قولي بصراحة، قابلت ناس كده قبل كده؟ ناس كل حاجة حلوة عندك لازم تتحط لها بس؟ لو ابعتلي، أنا مهتمة أعرف قد إيه الموضوع ده منتشر. ومع الوقت الدور ده بقى عادي، في الأول كان موقف، وبعدين بقى عادة، كنت بتنده كتير، تعالي هنا، قولي رأيك، فهميه بقى. وكل مرة أنا في النص تتعلم حاجة غريبة، طفل بس بيقرأ الجو زي خبير، تفهم النبرة، تفهم النظرة، تفهم اللحظة اللي قبل الانفجار، وتحاول تسبقها، تهدي، تصلح، تلم الموضوع، لحد ما يحصل حاجة غريبة، تبقى شاطر في ده، شاطر جدا كمان. ناس تقولك انت ناضج على سنك، طبعا ناضج عشان مفيش اختيار، وتصدق بقى إنك مهم، إنهم محتاجينك، إنك سبب إن الدنيا ماشية. والمصيبة إن ده بيحسسك بشوية حب، اهتمام، قيمة، حتى لو ده مش حب بجد. بس بعد سنين فهمت حاجة وجعتني، أنا ما كنتش بس جزء من القصة، أنا كنت بمشيها، كنت بثبت النظام ده. وده أصعب إدراك، إنك مش بس ضحية، إنت كمان كنت جزء، مش غلطك بس حصل عشان كنت بتحاول تعيش. وفي يوم عرفت حاجة غيرت كل حاجة، الخناقات دي كانت بتتسجل، بتتسجل، الإحساس مش صدمة عادية، كأن الدنيا ركبت مكانها وفي نفس اللحظة وقعت. ساعتها فهمت، أنا كنت بحارب في حرب مش بتاعتي، وأكتر حاجة كسرتني مش الخناقة نفسها، المشهد، حد قاعد ساكت وأنا بحارب، وأنا بقول كلام طفل أصلا ما كانش المفروض يقوله. وعدت سنين وأنا فاكرة إن ده طبيعي، لحد اللحظة اللي فهمت فيها مشاعري ملهاش مكان هنا. مفيش انفجار، مفيش مشهد درامي، بس إدراك بطيء بس واضح. انتي مكبرة الموضوع، فاهمة غلط، ده محصلش كده. وهنا بقى تبدأ تشك في نفسك، تشك في إحساسك، في ذاكرتك، في حقيقتك نفسها. وفجأة تفهم، في المكان ده في مساحة لكل حاجة إلا انتي. ولحد ما توصل للسؤال، أفضل ولا أمشي؟ الإجابة كانت بسيطة وصعبة في نفس الوقت، ما ينفعش الاتنين. ومع الوقت بدأت أفهم حاجة تانية، إني طول عمري كنت بحاول أشرح، أبرر، أهدي، أصلح، وأقنع نفسي إن لو فهموني شوية زيادة يمكن أخيرا يبقى لقصتي مكان. بس الحقيقة كانت أوضح من كده، الموضوع ما كانش إنهم مش فاهمين، الموضوع إنهم ما كانوش عايزين يسمعوا أصلا. وده وجع من نوع تاني، لأنك بتبدأ تفهم إن في علاقات كتير ماهيش مبنية على الفهم، مبنية على أدوار، واحد يتكلم، واحد يدافع، واحد يهدي، وطول ما كل واحد بيلعب دوره النظام
يفضل شغال حتى لو الكل تعبان. وساعتها سألت نفسي سؤال غير حياتي: إيه اللي هيحصل لو بطلت ألعب دوري؟ السؤال ده كان بداية كل حاجة. لأول مرة بدأت أتخيل حياة أنا نكزايلة فيها مسؤولية حاجات عمرها ما كانت مسؤوليتي. ولأول مرة فهمت بوضوح أنا يا إما أفضل يا إما أكون حرة، الاتنين مع بعض ما ينفعوش. قرار البعد ما كانش لحظة اندفاع، ما كانش خناقة ولا انفجار، كان رحلة طويلة، رحلة وصلتني في الآخر للحظة واضحة جدا، اللحظة اللي بتفهم فيها إنك خلاص مش عايزة تشرحي أكتر ولا تبرري أكتر ولا تفضلي تحاولي تصلحي كل حاجة، مش عشان الناس بقت مش مهمة، بس عشانك انتي كمان لازم تبقي مهمة لنفسك. والخطوة دي صعبة، صعبة جدا، خصوصا لما تكوني متربية طول عمرك إن الوفاء معناه تفضلي تسامحي تتفهمي وتستحملي. بس في وقت معين فهمتي إن الوفاء ما ينفعش يكون على حساب نفسك. النهاردة وبعد سنين طويلة بقيت أنا كمان أم، وأوقات ببص لبنتي وهي بتلعب وتضحك وتتصرف كطفلة عادية، وبفتكر البنت الصغيرة اللي كنتها زمان، البنت اللي كانت واقفة بين اتنين كبار وفاكرة إنها لازم تصلح عالمهم. وبوعد نفسي كل مرة بنتي عمرها ما هتشيل الدور ده، مش عشان أنا كاملة لكن عشان اتعلمت. الأطفال مش وسطاء، مش قضاة، ومش دروع نفسية لمشاكل الكبار. الأطفال أطفال، وعشان كده قصتي ما انتهتش بالوجع، انتهت بحاجة تانية: بفهم بحرية. وباللحظة اللي استوعبت فيها أنا مش البنت الصغيرة دي خلاص، أنا بقيت الست اللي البنت دي كانت محتاجاها طول عمرها. ويمكن انتي كمان بتسمع الحلقة دي دلوقتي وحاسس إنك عايش دور مش شبهك، دور بيستنزفك وبيخليك تنسى نفسك. اسأل نفسك بصدق: انت مكمل عشان عايز تكمل ولا عشان متعود إنك لازم تكمل؟ وعشان كده هقول حاجة ناس كتير مش هتعجبها: الأطفال مش جنود في حروب أهاليهم، ولما تدخل طفل في حرب زي دي انت مش بتربي وفاء، انت بتربي ذنب. وأنا شلت الذنب ده سنين طويلة. كفاية، النهاردة أنا بشيل نفسي بس. زمان كنت فاكرة إن القوة معناها تفضل، دلوقتي فهمت إن القوة الحقيقية إنك تعرف تمشي. ومن القرار ده اتولدت نسخة مني ما كنتش أتخيل إنها موجودة أصلا. أنا ما اتكسرتش بسبب القصة دي، أنا خرجت منها من جديد. ويمكن الشفا مش إننا نغير الماضي، يمكن الشفا الحقيقي إننا نكتب حاضرنا ومستقبلنا بإيدينا إحنا، ونبقى نفسنا بجد. لو الحلقة دي لمستك أو فكرتك بحاجة قديمة عمرك ما بصيت لها بصدق، خد نفس وادي لنفسك المساحة اللي تستحقها. قصتك مهمة ومش أقل من قصة أي حد. ولو حابب تشاركني إحساسك أو تجربتك اكتبلي، هتلاقيني على إنستجرام وفيسبوك وتيك توك تحت اسم أسرار كليو. أنا بقرأ رسايلكم بجد، وأوقات كتير من رسايلكم بتبدأ الحكايات اللي بنتكلم عنها هنا على الكنبة دي. خلي بالك من نفسك وما تنساش أنت تستحق تتحب من غير ما تنقذ العالم كله الأول. كليو.